عايزة أكلك يبقى طعمه مميز، يبقى أنتِ هنا معايا في المكان الصح. النهارده هنعمل صوصات أساسية. أول صوص معانا هو صوص الفراخ واللحمة. تاني صوص معانا هو صوص البيتزا، وده اللي هيميز طعم البيتزا اللي بتعمليها جدًا. معانا كمان الكاتشب، هنعمله بطريقة اقتصادية جدًا وهنبطل نشتريه من برّه. يلا نبدأ ونسمي بسم الله ونشوف المقادير والطريقة مع بعض. نبدأ بصوص الفراخ واللحمة. هنحتاج كوبايتين من عصير الطماطم الفريش، ورشة من جوز الطيب، ومعلقة من التوم المفروم، معلقة صغيرة من السكر، واللي بيميز الصوص ده هي البهارات، رشة من جوز الطيب، معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الملح. في طاسة على النار وهنحط شوية من الزيت، وهنشوح معلقة الثوم المفروم، وهستمر كده في التقليب لغاية ما يديني اللون الذهبي الفاتح. لما بشوح الثوم في الأول كده بيدي طعم مميز جدا للصوص اللي بنعمله، وده اللون بتاع الثوم اللي أنا محتاجاه. ودلوقتي هضيف معجون الطماطم، وهنا بقى التركاية اللي هتوديلك طعم الصوص في حتة تانية خالص. واستنوني إن شاء الله في فيديوهات جديدة هنعمل فيها وصفات كتير بالصوصات اللي احنا عملناها النهاردة. ولو وصلتي معايا لحد هنا وعجبتك الوصفة، اضغطي لايك واعملي لي اشتراك عشان يوصلك كل الوصفات الجديدة اللي بنزلها.